جريدة النهار اللي نقلت عن جنبلاط قوله: من هو مبيض الأموال الذي ذكره جنبلاط في تغريداته؟ الرجل تحدث قال: ترددت في الآونة الأخيرة شائعات عن تورط نجل مسؤول عراقي رفيع في عملية تبييض الأموال في لبنان، وانطلاقا من ذلك غرد النائب وليد جنبلاط مساء اليوم، هاي الحكي البارحة، على تويتر مشككا بنية نجد هذا المسؤول العراقي، وقال: أشكك أن يكون قد حول هذه الأموال إلى لبنان لمساعدة النازحين السوريين أو للأعمال الخيرية. جنبلاط تساءل أيضا: هل هذه القصة صحيحة وأن نجد هذا المسؤول الكبير حول هذه الأموال؟ وأضاف: نحن نتحدث عن 1.5 بليون دولار أمريكي من أموال الشعب العراقي، 1.5 مليار دولار أمريكي. هذا اللي حكاه وليد جنبلاط. وليد جنبلاط قال هذه المعلومة، رجع للزميل المخرج، لأنها كانت عن طريق ما ذكرته كل وسائل الإعلام اللبنانية والعراقية عن، شوفني هذه الصورة الخبر: اعتقال أحمد نور المالكي بتهمة غسيل وتهريب الأموال. التهمة أنه أحمد نور المالكي هرب 1.5 مليار دولار، 1.5 مليون دولار هربها إلى لبنان، وقد تم الكتابة عن هذا الملف، والمعلومات تقول أنه اعتقل بسبب هذا الأمر. وبالمقابل فإن السيد المالكي راح إلى لبنان لتدارك هذه الفضيحة. طبعا السيد المالكي راح إلى لبنان في نفس اليوم الذي أعلن فيه الساسة اللبنانيون، لأنه الآن أكو فراغ بالرئاسة بمنصب الرئيس، وأكو أيضا دعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية وإلى برلمان جديد، فأكو فراغ دستوري يسمى في لبنان، يقابله أكو حداد وطني. الحداد الوطني اللبناني على رحيل الفنانة اللبنانية الكبيرة شحرورة الوادي صباح. ولهذا للأسف نائب رئيس جمهوريتنا راح وما حد استقبله بالمطار ولا بقاعة الاستقبال الكبرى إلا وفد عن حزب الله. وهذا الأمر دفع النشطاء والشباب اللبنانيين والعراقيين إلى التندر بأنه هل السيد المالكي جاء حتى يخرج ابنه من الاعتقال بعد فضيحة تهريب 1.5 مليار دولار، لو اجى من أجل المشاركة في تشييع الشحرورة. وتوقع الجميع أن يكون المالكي بالفعل موجود عند التشييع، لكن لم يحضر التشييع، مما دفع الكثير منهم إلى التغريد عبر تويتر ومن خلال أيضا يوتيوب باستخدام أغاني الشحرورة، ومنها جيب المجوز يا عبود، وقالوا أن المالكي تذكره هذه الأغنية نقلا عن نائب عراقي تذكره بعبود قنبر نائب رئيس أركان الجيش. حسب تويتر وحسب اليوتيوب والفيسبوك قدم لكم رأي النشطاء في لبنان بزيارة المالكي إلى بيروت. طبعا الآن عادت الإشارة للآيباد. شوف لي والله هذا الخبر زميل المخرج، هذا الخبر اللي تناقلته وسائل الإعلام عن اعتقال أحمد نور المالكي بتهمة غسيل وتهريب الأموال. وارجع لي زميل المخرج وتغريدة وليد جنبلاط، هاي جريدة النهار، وهذا العنوان: من هو مبيض الأموال الذي ذكره جنبلاط في تغريداته. رجع لي زميل المخرج، وهذا
نص التغريدة الذي تحدثت عنه جريدة النهار اللبنانية نقلا عن جنبلاط.